حياتي كامله وانا كنضرب في الروز، واليوم الاول مره غادي نتعلم الطريقه الصحيحه باش نطيبو. من بعد ما كان شافني واحد الشيف كوزينيه معايا في الخدمه كيفاش كنصفي الروز من بعد ما طيبته، قال لي الطريقه باش كطيب الروز غلطه، وراني الطريقه الصحيحه اللي غادي نوريها لكم دابا. اول حاجه ضروري خاصك تعبر الكميه ديال الروز اللي غادي طيب وديرو في الصفايه وغسلو مزيان. من بعد ما غسلتي الروز لوحو في كاسرونه فاش غادي طيبو وشعل عليه العافيه حتى الماكس. من بعد هذاك العبار اللي درتيه ديال الروز خاصك دير الدوبل ديالو ديال الماء. مثلا انا درت 200 غرام ديال الروز، غندير 400 ملل ديال الماء، غنزيد شويه ديال الملح على حسب الذوق وغنلوح عليه الماء. مباشره منين كيبدا الماء ديالي كيغلي كنزيد عليه واحد القطيره ديال الحامض باش كيمصوا هذاك التخت اللي كيكون الفوق، وكنهز الكاسرونه ديالي من فوق العافيه اللي كتكون مجهده بزاف، كنبدل ليها البلاصه وكنشعل عليها عافيه مهيله بزاف، الاقل درجه تقدر تكون عندك. وهنا خصنا نخليوه فوق عافيه مهيله لمده 9 ديال الدقائق بالضبط. المده اللي كيغلى فيها الروز كتقدر تختلف على حسب شحال داير ديال الروز، على حسب شحال الجهد ديال البوطه، ولكن من بعد ما كيغلى وكتحطو فوق ديك العافيه المهيله قال لك القاعده هي 9 ديال الدقائق ما كتبدلش. من بعد ما كتسالي 9 ديال الدقائق بالضبط كنهز الكاسرونه ديالي وكنحطها في شي بلاصه اللي ما فيهاش العافيه، وكنخليوه دابا يرتاح 7 ديال الدقائق بالضبط. وفي هاد 7 ديال الدقائق البخار كيبقى يدير خدمته وكيعطينا روز طايب مثالي، كل حبه معزوله على اختها، ناشف من الماء وما كيلصقش نهائيا في التحت ديال الكاسرونه. وها هو الروز ديالي واجد، هيب عليه بشويه ديال الخضره والدجاج وهي عندك روبو فاعله تشاركه. وبالصحه والراحه، وما تنساوش ديما تهلاو في ريوسكم بالقص. بسم الله عفاطه عزي.